ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده موجودين في محافظة السويس. قررنا ان احنا يعني نقضي فيها العيد. احنا دلوقتي الوقت بتاعنا احنا وقت صلاة الساعة كام؟ الساعة 5:05 بالظبط. احنا طبعا بقالنا فترة ما شفتوناش، انتوا وحشتونا والله، بس احنا مرينا بظروف صعبة قوي يعني. الحمد لله. ومها كانت حامل وحصل يعني ظروف يعني وخلفنا آسر. الحمد لله ربنا رزقنا يعني، وربنا يدعو له بالشفاء يا رب. احنا بس ما رضيناش نصور والله وقتها، لان ربنا يعني يا رب ما يكتبها على حد يعني. بس بغض النظر بقى عن الظروف اللي حصلت يعني مش عايزين نحكي فيها يعني. الحمد لله ربنا سترها يعني. واحنا حابين والله العظيم يعني، احنا ده اول فيديو اصلا نعمله بعد مده طويله جدا. واي فيديو كان بينزل الفتره اللي فاتت كان بتبقى حاجات متصوره قبل كده، وناس كتيره جدا جدا قالوا لنا انتوا فين واختفيتوا فين، فين الفيديوهات بتاعتك، وكانوا الناس كتيره جدا بتسال في الكومنتات انتوا رحتوا فين. فاحنا حبينا بس نصور لكم النهارده من السويس. احنا قلنا نجرب نصور لكم كل حاجه. البحر على فكره ده اللي ورانا ده البحر، بس هو في دلوقتي جزر. فاحنا قلنا كده نخوض التجربه في محافظه السويس الجميله. على فكره المحافظه طلعت حلوه قوي قوي، نضيفه جدا. احنا ورا البحر. هو ده بحر ولا بحر؟ قناه السويس صح؟ لا ده بحر احمر. ده بحر الاحمر. واحنا واقفين دلوقتي على الكورنيش يعني. هنفرجكم على كل حاجه، وبعد كده هناخدكم معانا بقى للقناه في صلاه العيد. وبرده القناه اللي اتفتحت، لان هي كانت مقفوله على فكره وفتحوها ان الجمهور ممكن تتفرج. طبعا هي هانيا سقعانه. وريهم بسرعه لبس العيد بتاعها. بصوا هي ده لبس العيد بتاع هانيا. بس هي بقى طبعا شايفه اخوها متدفي ببطانيه، فقالت شافت اخوها متدفي في بطانيه فقالت لازم البس انا بطانيه. لازم تلبس بطانيه. والله يا جماعه الجو تحسوا ان انتوا واقفين قدام باب تكييف وهوا بقى. بصوا تحفه تحفه تحفه. الجو حلو قوي والله. ابتدى يشقشق. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى اسركم يا رب اجمعين يا رب. وخلونا معاكم كده، احنا كده هنصور لكم الدنيا لحظه بلحظه يعني. ولو حد عنده اي استفسار في اي حاجه برضو يكتب لنا على الكومنتات. احنا على فكره بنرد على الكومنتات، سواء مثلا اي جهاز معروض او اي حد عايز يشتري اي حاجه او حد بيسالنا على اي معلومه، احنا بنرد. وعرفونا برضو لو انتوا عندكم اي وجهه نظر عايزين نعملها، او انتوا عايزيننا نعمل اي حاجه عرفونا واحنا معاكم يعني. فخلونا كده مع بعض وهنوريكم برضو احنا بنروح فين. ماشي. بص الجزمه. بصوا يا جماعه الشوز بقى ولبس العيد شياكه واناقه. طب يا نور اهو بص. واو. بصوا يا جماعه دلوقتي النهارده ابتدى يشقشق وده البحر، بس طبعا هو عشان في جزر فمش مبين يعني، دي كلها رمله، بس لما بيكون في مد كل ده بيتملي ميه. بصوا يا جماعه ده كورنيش، بصوا زي ما انتم شايفين. احنا الساعه دلوقتي الساعه 6:10 وهو قاعدين احلى قعده والله. حد يغطيني يا جماعه من المميزات بصراحه اللي انا لقيتها هنا في محافظه السويس، ان القعده هنا تحفه. بصوا في يا جماعه في قعده تحت اهي، دي بتبقى قدام البحر مباشره، واللي احنا قاعدين فيها فوق دي ده كورنيش بتبقى حته فوق. في برده منزل اهو لو حد عايز ينزل منه. ميزه بقى ان القعدات هنا ببلاش يعني. ايه احنا قاعدين اهو، بصوا زي ما انتم شايفين قعدات كده على جنب، والمكان نظيف جدا. قاعدين اهو من غير اي تكلفه ولا اي حاجه. الواحد ساعات بيبقى مثلا جايب سندوتشات، حابب يغير جو، حابب يعمل اي حاجه، بتبقى بس يعني مثلا الكوست بتاعها بتبقى غالي. فالميزه بصراحه ان انتوا قاعدين في مكان اهلا ان انتوا قاعدين في مكان من غير ما انتوا تدفعوا حاجه. في طبعا برده هنا في قعدات، بصوا في قعدات هنا بقى بكراسي، لو حد عايز بقى يدفع بفلوس او عايز يشرب حاجه سخنه، عايز يعمل اي حاجه. بصراحه هي فيها تنوع كتير. وبرده هفرجكم على البلد كلها واوريكم برده في اماكن تأجير عجل. دي هانيا طبعا طالعه في الفيديو بتلعب. في كل حاجه بصراحه جميله. وزي ما انتم شايفين بصوا احنا معاكم خطوه بخطوه ان احنا بنتكلم، ودلوقتي النهار ابتدى يطلع اهو ما شاء الله. وهفرجكم بصفه عامه على الفسحه بتاعتنا والجوله بتاعتنا.
يا جماعه دلوقتي احنا بقى قلنا ناخدكم جوله كده على الكورنيش اهو. شايفين بصوا يا جماعه الناس زحمه ازاي، شايفين الناس زحمه ازاي والدنيا عامله ازاي. والله الجو تحفه يا جماعه. وعربيات ذره في كل حاجه زي ما انتم شايفين. مع المكان اللي هو ده التمثال بتاع الجندي، ده دايما كان حاجه مشهوره يعني زمان كده، كان ايه هنتجمع عند الجندي كده. فزي ما انتم شايفين بقى ايه الشباب والناس والعائلات وكده ونازلين في الوقت ده عشان اللي هيصلي العيد وهيجيب فطار وهيجي يقعد مع اصحابه ولا هيجي يقعد مع عيلته. بصوا والله يعني الاجواء تحفه بصراحه اهو. بصوا بتوع الذره، بتوع برضو اللي بيعملوا ده بتاع الذره هو اللي كان قبليه، اللي هم عارفين اللي بيعملوا قهوه والحاجات دي. احنا قلنا نقعد في العربيه لان الجو 21 والعيال مش مستحملين. في درجه يعني بروده يعني اكنكم عاملين مثلا تكييف على 18 كده وهوا شديد قوي. بصوا زي ما انتم شايفين معانا اهي البلد، واحنا بنوريكم برضو البلد عامله ازاي والبحر. بصوا يا جماعه انتوا شايفين انعكاس البلد هناك بقى على البحر اهو. وبرده هنفرجكم برده ان شاء الله القناه لما تفتح على الساعه 8 نروح بقى. بصوا بقى يا جماعه المنطقه اللي احنا فيها دي، ده الكورنيش اللي فيه ده الكورنيش اللي فيه الممشى السياحي. بصوا يا جماعه كميه الكافيهات، بصوا يا جماعه ما شاء الله كميه الكافيهات. والله البلد تحفه والخروجات فيها تحفه كتير جدا. هي الكافيهات دي جديده صح؟ جديده يعني بقى لها مثلا حوالي سنتين كده او سنه ونص كمان، من اول لما الممشى السياحي ده اتعمل وهي بقت كده. احنا اول يعني بص احنا بنيجي هنا مثلا كل سنه مره كده ولا حاجه. فاحنا يعني ايه محافظه قريبه ومن القاهره ساعه كده ولا حاجه وبنبقى في القاهره يعني. بصوا يا جماعه اهي، بصوا ده الممشى برضو. كل اللي انا وريته لكم ده ممشى، وفي كمان تأجير عجل اهو هناك ده اهو. بصوا ممشى اهل السويس، ده الممشى مسمينه يعني الممشى السياحي. في كافيهات كتير، في كل حاجه بصراحه حلوه. ميزه برضو هنا ان انتوا لو معاكم كراسي اصلا وعايزين تيجوا تقعدوا محدش هيقول لكم حاجه يعني. مش فرض ان انتوا تيجوا مثلا تقعدوا في حتت معينه. وفي كمان حمامات عموميه يعني تويلتس كده موجوده مبنيه لو حد عايز يخش التويلت وكده. فدي برضو حاجات حلوه جدا ان هي تبقى معموله، والبلد فعلا نظيفه ما شاء الله. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كل المكان ده يعتبر ايه كله كافيهات اللي حد عايز يغير جو. بصوا فعلا زي ما محمد قال هي ميزتها ان هي ساعه من القاهره، فانتوا يعتبر مثلا لو اكنكم مثلا رايحين ايه، لو حد مثلا قاعد لو حد قاعد في الشروق وهيروح لاكتوبر هياخد نفس الساعه دي. فهي فاهمين. فالجو فعلا حلو قوي. المنطقه اللي احنا داخلين عليها دي دلوقتي اسمها بورتوفيق. بصوا زي ما انتم شايفين المنطقه دي بقى اللي هي فيها القناه وفيها برضو الترسانه البحريه. دي كانت الفلل اللي هي بتاعت الانجليز ايام الحرب، كانت مبنيه بعد ما الحرب خلصت وكده ابتدت محتفظه بيها والاهالي جددوها وجم قعدوا فيها. زي ما انتم شايفين التراث بتاعها تحفه. بصوا زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، التراث بتاعها تحفه وشيك جدا يعني. بصراحه المكان حلو قوي قوي قوي. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي. حتى هتلاقوا الطوب اللي لونه احمر نفس الطراز الامريكي. ايوه نفس فكره البلد اوروبا يعني، دور واحد وفيلا وكده، سواء كبيره او صغيره هي دور واحد. احنا كده بصوا بقى دلوقتي قدامنا على طول الترسانه البحريه. وبصوا ده البرج بتاع اللي هي بتاع السفن، عشان ارشادات السفن ان هي بتاعت السويس. دي هنا المينا بتاعت السويس يعني، لو اي حد شغال في المينا بتاعت السويس ده المكان اهو. محلات طبعا بقى في الجنب.
دي مدرسة عزيزة جدا جدا على قلبي اسمها اللغات الإسلامية، ولحد دلوقتي لسه موجودة. المدرسة دي كانت بتاعتي وبتاعت اخواتي. يعني يا جماعة احنا بنتكلم في مدرسة مثلا بقالها كام سنة؟ بقالها حوالي 50 سنة المدرسة دي. مدرسة النصر. وهي كمان بتعرف على مدرستها. دي برضو بعض الفيلا اللي كانت مبنية برضو أيام الإنجليز، وزي ما هي اهي زي ما انتم شايفين. زي ما انا قلت لكم هم بس الاختلاف ان الاهالي جددوها وقعدوا فيها. طبعا بقى لسه برضو من قريب يعني دهننا وبيحافظوا. ميزه ان هم بيحافظوا على الشكل بتاعها بيبقى حلو ازاي. هنا بقى المكان اللي احنا داخلين فيه، بس هو للاسف هو مقفول دلوقتي. هنلاقي قدامنا هنا السفاره السعوديه، وبعديها على طول بنلاقي فيها قناة السويس، او المكان اللي هو احنا بنتفرج فيه على السفن اللي بتعدي بقناة السويس. والمكان ده ما تقلقوش هفرجكم فيه، هوريكم الحلاوة بتاعته عاملة ازاي. سفن راحة وسفن جاية، مراكب كبيرة مراكب صغيرة، كل ده اللي موجودة. ويا سلام بقى لو حظكم حلو ولقينا كمان قافلة معدية، اللي هي السفينة الكبيرة قوي اللي بتبقى جاية بشحنات كتيرة جدا، اللي هي القافلة اللي بتدخل قناة السويس مرة الصبح ومرة بالليل. فان شاء الله خليكم موجودين معايا، وما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب للقناه لو ما كنتوش اتفرجتوا عليها، وقولوا لي اي كومنت انتوا عايزين، اي مكان انتوا عايزيني ان انا اروح. بصوا يا جماعه بقى المكان ده اللي هو بتاع القناه. وري يا محمد الحته دي كلها بقى لما بتتفتح دي كلها المكان دي بتبقى قعدات بقى، في ناس بتيجي تقعد فيها. في مكان برضو ببلاش على فكره. ايوه هو المكان ده ببلاش اصلا. بص المدخل بتاعه اهو، ده لما بيكون مفتوح الناس بتدخل منه بقى. احنا كده وصلنا لنهايه بورتوفيق. طبعا في مساكن جوه لسه، بس احنا حبينا ايه ان احنا نوريكم الحاجات كده ايه الاساسيه، لحد بقى ما هندخل بالتفصيل في كل مكان. وهي الناس على فكره راحه تصلي العيد دلوقتي. ايوه التكبيرات. حتى انتوا اكيد سامعين تكبيرات العيد. كل سنه وانتم طيبين وانتم بالصحه والسلامه يا رب. يعيد عليكم دايما يا رب الايام بخير وسلامه وصحه، وما يوريكمش حاجه وحشه ابدا، لا في عيالكم ولا في اي حد انتوا بتقولوا. المكان اللي احنا داخلين فيه دي بقى دي قلب السويس، الاماكن اللي هي فيها الاسواق كلها، المحلات كلها، البلد يعتبر كلها زي ما انتم شايفين. برضو البلد ما شاء الله نظيفه، المباني برضو حلوه. وقت صلاه العيد الدنيا فاضيه نسبيا، بس بالليل ما اقولكمش. بصوا دي اشهر محلات، عارفين السريديا والبقلاويز وبلح البحر والحاجات دي اشهر محلات بتلاقوها موجوده هنا. حتى بتلاقوا برضو اللي بيبيعوا السريديا في حاجه كده بحريه اسمها السريديا. دي بتبقى يعني اللي هو عارفين ان بلح جندوفلي وبيجففوه وبيعملوه بيتسمى سريديا. السريديا دي نوع تاني. ده برضو عمر افندي على قديم والحاجات دي. بصوا نرجع تاني بازوكا اهو، وبازوكا برضو هنا اهو. بصوا يا جماعه مش حارمينكم من حاجه، وهانيه بتقول لكم التفاصيل كلها. اشرحي لهم بس قصه السريديا وما اعرفش اللي انت. بصوا السرمباء دي بتبقى هي القواقع الكبيره اللي بيبقى جواها الحاجه اللي احنا بناكلها. ما احنا هم بيطلعوا اللحمه اللي جوه القوقعه الكبيره دي، وبيروحوا يعني طبعا بتكون قبلها مشويه ومنضفينها وكل حاجه، وبيطلعوها وبيسيبوها مجففه، بيقطعوها كده شرايح وبيسيبوها تتجفف. بعد ما هي بتتجفف بتبقى اسمها سرمباء. الناس هم بيبيعوها على العربيات، زي العربيات اللي هي عارفين بتاعت الذرة واللي هو الحرنقش والدوم والحاجات دي. هم بيبيعوها برضو على عربيات مخصصة بس اللي هي لبيع السرمباء. وهي بمعنى اصح السريديا هي قصدي السرمباء هي السريديا بس بتكون مجففه. ماكدونالدز كمان في ايه ده ماكدونالدز هنا يا محمد. مقاطعه بس ان هو اصلا الحاجات دي موجوده هنا. احنا داخلين على 40. ده احنا دلوقتي داخلين على ميدان 40 كل ده. ده بقى السوق، عارفين بقى السوق اللي هو الاسواق القديم، الناس اللي بتشتري منه الخضار والفاكهه والحاجات دي. ده السوق اهو. ده بقى يا جماعه داخلين على الميدان بتاع 40 بالظبط، وده مسجد 40 اهو معانا، اشهر مكان موجود هناك اهو. مسجد سيدي عبد الله 40
دي من اشهر الاماكن في السويس، منطقه الاربعين. بالظبط. بصوا انا مش هرمكم من حاجه، بوريكم كل حاجه. برضو من ضمن الحاجات اللي مشهوره بيها قوي 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 السويس، ومفيش حد زارها غير لما علق عليها، تخيلوا ايه؟ الغربان. البلد فيها كميه غربان رهيبه، تحسوا ان الغربان اتشالت كلها من العالم كله جت هنا. كتيره جدا جدا، وبالذات في منطقه الاربعين، قصدي بالذات في منطقه بورتوفيق كتيره جدا جدا. فخليكم موجودين معايا وهنكمل الفيديو الحلو مع بعض. احنا في دلوقتي ده اسمه الملاحه. دي كلها المكان اللي احنا عاملين فيه ده، دي كلها فيلل. بصوا يا جماعه، دي كلها فيلل زي ما انتم شايفين اهي. المنطقه دي الناحيه اليمين فيلل، والناحيه الشمال بتبقى عمارات. بصوا زي ما انتم شايفين دي منطقه تانية خالص. بصوا انا بوريكم كل المكان فعلا بتاعت ايه اهو، مكتوب فيلا. دي كلها فيلل بقى، اشكال مختلفه. الملاك هم اللي بيبيعوها باشكال مختلفه. انا اول مره اجي هنا والله. والمكان ده شكله حلو قوي، يعني تحس ان انت اصلا فصلت من السويس. حته كده عامله زي بورتوفيق كده، بس الاختلاف ان هي فيها فيلل، وفيلا شيك على فكره. بس انت مودينا فين يا محمد؟ والله انا مش عارف. تمام. انا حاسه ان محمد ايوه حلو الكلام. حلو الكلام ده على رايي هاني. يلا يا جماعه خليكم مكملين معايا الفيديو، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. يا جماعه المنطقه برضو اللي احنا فيها دي دلوقتي الكورنيش من الظهر، عشان ناخد الكافيهات اللي موجوده على البحر على طول ناخدها. يعني ايه، احنا عايزين نقعد بقى، احنا كده خلاص صلينا العيد، وكل سنه وانتم طيبين. وهطلعوا يعني البلالين اللي موجوده فوق المسجد، وادي الكافيهات. بص المكان اللي هناك ده، دي الكافيهات اللي موجوده. فاحنا اللي هي بتبقى مباشره قدام البحر على طول، فاحنا عشان ناخده من الاول فجينا من الظهر كده. فهنبقى مع بعض خطوه بخطوه، وخليكم موجودين. المكان ده اسمه قرية الحجاج. الناس بتتجمع فيه عشان يتنقلوا لمطار القاهرة عن طريق السوبر جيت. فهنا بيتجمعوا في المكان ده عند قرية الحجاج. ده شكل بقى الكورنيش الصبح زي ما انتوا شايفين. بصوا انا مش هرمكم من حاجة، وانتوا بتشوفوا كل حاجة موجودة مع بعض. انا هو بصور لكم كل حاجه موجوده. طبعا شكل الكورنيش الصبح مختلف تماما عن بالليل. وبرده زي ما انتم شايفين الناس خلصت صلاه وطلعت على الكورنيش. بالناس بتجيب الفطار بتاعها عشان تفطر زي ما احنا برده عملنا. برده هوريكم واحنا موجودين كده. انا كنت وريتكم تمثال الجندي المجهول، برده هوريكم شكله الصبح. ودي برده منظر السفن من بعيد، منظر البحر مع السفن الكبيره اللي موجوده، شكلها تحفه. زي ما انا قلت لكم بحب ان انا اخدكم خطوه بخطوه مع بعض في كل حاجه. ويا رب تكون الجوله عجبتكم وبتعجبكم. زي ما انا قلت لكم الجو كمان كان حلو جدا الصبح، كمان بعد ما الشمس كانت موجوده الجو كان حلو مش حر قوي. واللي انا لاحظته كمان ان الجو مختلف كمان برضو عن القاهره، لان القاهره بالليل بيبقى الجو حر جدا. لا وبالذات يعني عارفين وقت الفجر لما احنا كنا موجودين، لا كان الجو حلو قوي. بعد كده خلصنا ورحنا نمنا. وبعد كده صحينا على بالليل، قلنا بقى نفسح هانيا في الملاهي اللي موجوده. فخليكم موجودين معايا وهتتفرجوا على منظر الملاهي وكل حاجه.
زي طبعا انتوا شايفين. قلنا يا هانيا هتخافي بلاش يا هانيا، قالت لا هركب يا هانيا بلاش. وزي ما انتوا شايفين ركبنا هانيا السويس، وزي ما انتوا شايفين كده نكون خلصنا خلاص معاكم الجولة الحلوة واللذيذة اللي احنا عملناها الجزء الاول. لو كانت عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تدعمونا بكومنت حلو وتدوسوا لايك، ولو كنتوش اشتركتوا في القناة اشتركوا فيها، وان شاء الله نبقى نشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.